قولوا له علشان انا ما بكلموش، انت هتكسب روسيا النهارده. منتخب روسيا منتخب مش قوي، ومن 2022 بسبب حرب اوكرانيا محروم من المشاركات الدولية والبطولات الرسمية والاحتكاكات القوية، وبيلعبوا مباريات ودية. في التوقف بتاع مارس الأخير لعب مباراتين قدام نيكاراجوا، وده منتخب على قده، كسبوا 3-1، وقدام مالي وتعادل 0-0. فأنت هتكسب النهاردة، وممكن كمان هتشرك حمزة عبد الكريم، وممكن كمان تشرك أقطاي عبد الله، عشان تقول للناس ان انت كسبته من غير مصطفى محمد وان انت قرارك سليم. والسطحيين والسذج هيطلعوا يقولوا حسام الجريء الشجاع كسب من غير مصطفى محمد. وبالمناسبة احنا مش معترضين حبايبي على ضمكم للمنتخب، احنا معترضين على التوقيت، لان احنا داخلين على بطولة كاس عالم، بطولة قوية، وانتوا لسه اول مرة تنضموا للمنتخب. لا الخبرة ولا السن ولا الاحتكاك يؤهلكم، فانتوا هتتظلموا، واكيد مش هتلعبوا الا اذا مرموش اصيب. وديت الناس اللي عندها بعد نظر اللي لازم تتكلم فيه. حبيبي انت هتعتمد على مرموش راس حربة زي ما اعتمدت عليه في كاس الامم وفي تصفيات، وما كنتش بتلعب مصطفى محمد وعقدته، ولو كنت ضميته برضه ما كنتش هتلعبه على فكرة. عشان كده بقول لمصطفى محمد انت ربنا كرمك ان انت ما انضمتش. لكن بنقول يا عم لو مرموش أصيب هتبقى تعمل إيه؟ هتنزل أقطاي ولا حمزة قدام بلجيكا ولا قدام إيران؟ طبعا ما ينفعش، هيتظلم. بنقول إن هو كان لازم يضم لعيبة خبرة كبار لعبوا منتخبات قبل كده، يقدروا يتعاملوا مع الفرق القوية في البطولات العالمية. لكن المشكلة مش ان انت تكسب النهاردة، ولا ان انت تعمل نتيجة ايجابية مثلا او تتعادل مع البرازيل زي ما تعادلت مع اسبانيا. المشكلة ان انت هتلعب في كاس العالم على الاقل 4 مباريات، 3 في دور المجموعات، لان انت حتى لو ما طلعتش تاني هتطلع من ضمن افضل 8 توالت، وهتصعد لدور ال 32. وممكن ربنا يسهل وتقع قدام منتخب مش منتخبات القوية وتكسب وتصعد لدور ال16. فأنت هتلعب 5 مباريات في وقت قليل، أو على الأقل 4. لازم يكون عندك بديل و2، لأن مرموش لو قدر الله يصيب هتبقى أنت في مشكلة كبيرة. ده اللي احنا بنتكلم فيه، وبرضه بنتمنى التوفيق، لأن ده منتخب بلدنا مش عزبة حسام.